السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عليكم هاد الاشهر اللي حنا فيها. نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا العسل. حنا مقبلين على شهر رمضان والعسل كنحتاجوه بزاف في المعسلات ديالنا. غنحتاجو في هاد العسل 2 كيلو ديال السكر، قالب ديال السكر فيه 2 كيلو. تقدروا تستعملوا 2 كيلو ديال السنيده نفس القياس. وغادي نحتاجوا ليمونه مقطعه دي رونديل، وبرتقاله وحده، وعويدات ديال القرفه، واحد 2 ديال باديان ولا اليانسون النجمي. وغادي نحتاجوا اطرة الماء. كل 2 كيلو ديال السكر كنديروا فيهم اطرة الماء. وهنايا كنحتاجوا في الاخير نص كاس ديال الماء زهر وشويه ديال الزعفران شعره. غادي ناخذوا هذا السكر غادي نهرسوه باش يسهل علينا، ومن بعد ونتلاقاو نكملوا. هنا من بعد ما هرسنا السكر غادي ناخذوه نديروه في الطنجره، وعاد نزيدوا عليه الماء. تقدروا تخليوه زين وتخويو عليه الماء، غير هو من الاحسن نهرسوه باش نسهلوا على راسنا دغيا يذوب لينا السكر. غادي نزيدو هاد القطره ديال الماء، ونشعلو عليه البوطه. صافي ونخليو البوطه مهيله عليه حتى يذوب لينا هاد السكر كامل في هاد الماء. جهد ربع ساعه 10 ديال الدقائق على ما داب لينا السكر، عاد باش نزيدو عليه المكونات الاخرى ان شاء الله. هنا يلا دازت شي 5 ديال الدقائق، ها بدا كيذوب لينا تقريبا نص ديالو دار. مره نحركوه. صافي نعاودو نغطيوه ونبقاو مره نحركوه حتى يبان لينا داب كله. هنا من بعد ما داب لنا السكر ربع ساعه تقريبا، دابا غادي نزيدو عليه المكونات الاخرى. غادي نزيدو الحامض، البرتقال حتى هو، والعويدات ديال القرفه، وهاد اليانسون. هاد العسل كيجي زوين مسم مع الحامض والليمون وهاد القرفه وهاد الباديان، كيجي النسمه ديالو زوينه وكيتستعمل في كاع المعسلات كلهم، كيجي لوغو ديالو زوين. هنا غادي نسدو عليه ونخليوه ساعه الا ربع، ونخليو العافيه عاديه. غادي نديرو هنا 45 دقيقه نحسبوها. ملي تكمل نحلو ونشوفوا العسل ديالنا. هنا من بعد ما دازت ساعه الا ربع بالضبط العسل ديالنا راه وجد. غير يولي هاد الليمون الجلده ديالو واللون ديالو دوغي على هاد الشكل. صافي طفيو عليه، ما تخليوهاش حتى تولي كحله باش ما تحرقش لينا داك العسل. صافي ساعه الا ربع نيشان موراها
كنزيدوا هاد نص كاس ديال مزهر، درت فيه شويه ديال زعفران شعره، كنزيدوه حتى الاخر. صافي، ونخليوه غير شويه طلع الغليه صافي، ومورا عاد كنطفيو عليه. واخا يبان لكم العسل خفيف، راه مني كنطفيو عليه كيزيد يعقاد لينا، وقد ما برد كيعقاد. هنا من بعد ما زدت هذاك نص كاس ديال الزهر مع زعفران شعره، خليته شويه على ما غلا صافي. دابا غادي نطفيو عليه ونخليوه يبرد، ومن بعد ان شاء الله غادي نصفيوه من هاد المكونات اللي كنا دايرين صافي، ونديروه في شي قاع ديال الزاج. العسل ديالنا من بعد ما وجد، هذه الكميه اللي كيعطينا، وانا خليته خفيف شويه، ما بغيتش نقصحو بزاف. وإلا عندكم العسل الحر تقدروا تزيدوا كويس صغير في هذه الكميه، كيزيد يعزز هذاك لوغو ديال هذا العسل ديال السكر. ملي كيدار فيه العسل الحر كيجي لوغو ديالو حسين. صافي، تقدروا تستعملوه في المعسلات، تقدروا تستعملوه بزاف ديال الحاجات. ما تنساوناش بلي لايك واشتراك، وشكرا على الناس اللي كيدعموني، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.